بيبدأ فيلمنا مع مناظرة بين اتنين شيفات جامدين قوي. الأول شيف مطاعم متطور، والتاني شيف عربيات شارع زي عربيات الكبدة اللي كلنا بناكل منها كده. وبنعرف إن شيف الشارع ده اسمه جاو، وعنده مطعم في حي شعبي صيني، وبرغم استخدامه للطرق البدائية إلا إن أكله لذيذ وطعمه مميز جدا. وده بسبب إن جاو في طفولته أبوه وداه لصديقه الطباخ عشان يعلمه أصول الطبخ المحترفة. وبنعرف إن أبوه سابه عند الطباخ ده وما قابلوش تاني لحد دلوقتي، ودي حاجة زعلت جاو جدا، خصوصا ان ابوه اتشهر وبقى رئيس الطباخين في الصين، وبيعمل لقاءات في التلفزيون ومدرمغها، وبيقول على طول انه عمره ما خلف ولا عنده عيال. اما بقى شيف المطاعم فبيبقى اسمه بول، واد متربي طول عمره في مطاعم اوروبا وواخد على الشوكة والسكينة، واكله تحس ان هو مرسوم زي اللوحة ولا ليوناردو دافنشي. واي حد مهم ممكن تتخيله ممكن يكون اكل من ايد بول، لكن رغم كده اخد خطيبته وقرر يرجع الصين عشان يحقق حلم ابوه، وانه يفتح مطعم في الحي بتاعهم.